الأخت حنين من السعودية، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، تقول المقصود بقواتنا؟ هذا أولا جزء من تلك الدعوات التي نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها لأصحابه كما في حديث عبد الله بن عمر الذي بدأنا به. نعم. أما قول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، متعنا أي ارزقنا منفعتها. نعم. على وجه لا قصور فيه ولا نقص. بأسماعنا السمع والبصر. نعم. هذا واضح. وقواتنا، القوات هي المقصود بها سائر ما يمتلك الإنسان من قدرات. نعم. فالقوة هي القدرة والطاقة، سواء كان ذلك طاقة وقدرة فكرية أو طاقة وقدرة بدنية بالحركة والمشي، أو كان ذلك كما قال بعض العلماء قوة جنسية أي في الجماع واستمرار هذا الجانب. فقول قواتنا يشمل كل قوة تحصل بها كمال الحياة ومتعتها للإنسان. نعم. أحسنت. فيشمل كل القدرات. نعم. والطاقات التي تستقيم بها حياة الإنسان وتصلح بها دنيا أخرى. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت محمد، يا شيخ سؤال ويتكرر كثيرا. يكون هذا عفوا يكون نعم. هذا من باب عطف العام على الخاص. ذكر نوعين من القوى، نعم. قوة السمع والبصر، ثم أجمل قال وقوات يشمل القوة الحركة والشم. نعم. وما إلى ذلك من الإمكانات.